اهلا بكم في فيديو جديد على قناه يوميات فدا عضلات. وحشتني جدا يا جماعه، بس تعمل لايك اشترك في القناه ومش مشترك. ده يا جماعه عباره عن فينيكس او فونكس، مش عارف يعني في بينطقها فونكس وفي فينيكس، بس لا فيها او تبقى فونكس. انا اديلكم دروس انجليزي بعد كده يا شباب. تحس ان انت بص يا جماعه، تحس ان شنطه فلوس مش شنطه منتج. ده طبعا يا جماعه اللي في العلبه دي ايه ده يا جماعه؟ مسدس مساج فينيكس، من اقوى مسدسات المساج في السوق. اعلى نوع حرفيا موجود في السوق المصري فينيكس. وفينيكس ايه؟ فينيكس الاصلي، اللي هو اصل فيه نوعين. في فينيكس معاه 9 رؤوس اللي هو الاصلي اللي موجود في العلبه ديت، وفي فينيكس بقى كده في علبه كرتون. طبعا انا جبت الايه الاصلي عشان معاه رؤوس اكتر وكده يعني احب انا اجيب الحاجه الاصليه. يعني اصلا ايه الهدف منه؟ يعني انا جايب ده لازمته ايه اساسا دوت يا جماعه؟ طبعا انت بعد ما بتعمل مجهود شاق او كده ممكن تلاقي ظهرك وجعك، ممكن تلاقي كتفك وجعك، فاهمني؟ بيبقى ممكن في منطقه تبقى وجعك من الجسم بسبب ان الدم مش واصل لها كويس، تمام؟ فده بقى بيحسن تدفق الدم في المنطقه اللي هي الوجعاك ديت، اللي هو ايا كان كتفك ظهرك ايا كان بقى، بيحسنها عن طريق الذبذبات بقى والاهتزازات. يعني يقعد يعمل ايه؟ ذبذبات جامده كده على الجسم، ويبقى فيه سرعات كتير، يعني ذبذبات جامده، تمام؟ هدفها ان هي تحسن تدفق الدم في الحته دي، يقوم الالم ايه؟ يروح. بيحسن الدوره الدمويه وتخفيف الام العضلات والمفاصل بعد التمرين الشاق والمجهود البدني الطويل. فانا جايبه بصراحه عشان ساعات ظهري بيبقى وجعني جدا مطرح القعده على الكمبيوتر، وساعات كتفي بيوجعني من الحته ديت، يعني فهو مفيد. يعني على فكره يا جماعه المسدس ده انا جايبه من شركه نور وضياء، بس انا جايبه من فتره، فيعني كان ارخص من سعره الحالي يا جماعه دلوقتي في السوق. ما اعرفش عندهم هم بكام حاليا، بس انا بتكلم في السوق عامه. سعره وصل حاليا يا جماعه لقرب 3000 ونص. بس للاسف الجهاز ده مش عاملين عليه ضمان. هم خلاص الاجهزه اللي هي الرخيصه يعني من الاخر ما عادش في ضمان، اللي هو عشان اما يبوظ تشتري تاني خلاص، انما ما عادش في ضمان. كل ده كان عليه ضمان سنه قبل كده للاسف. طيب يا جماعه تعالوا نفتح بقى الشنطه السامسونايت دي. بتفتح كده بصوا، تحس ان انت بتفتح شنطه فلوس فعلا. شايفين يا جماعه شكله؟ ان في ناس بتحب تغطس معايا جوه العلبه، فانا هوريكم من فوق دلوقتي. بس عايز اقول لكم على حاجه. طبعا ده الاول المانوال ده فيه مانوال طبعا بالانجليزي، يعني هو المانوال كله بالانجليزي، مكتوب فينيكس اهي من بره. بصوا يا جماعه ده الجهاز نفسه على فكره تقيل، وزنه تقيل في ايدي. اللي زعلني ايه؟ هما لما كانوا بعتولي الصوره بتاعت الجهاز كان الحته اللي ورا البلاستيكه اللي ورا دي لونها اسود، وانا بشوف على النت ان في الوان كتير. يعني في ساعات ده بيبقى اسود، ساعات بتبقى الحته اللي ورا دي لون اصفر ذهبي كده، ساعات بتبقى برتقاني، بيبقى في الوان كتير، تمام؟ فانا لما بعتولي الصوره اللي كان فيها اللون الاسود انا عجبني، لاني انا بحب قوي اللون الاسود، بحب الحاجه تبقى كلها اسود. اللون ده لون فخامه كده جميل، انا بموت في اللون ده قوي، تمام؟ فاتضايقت اللي هو ايه لما جيت افتح العلبه بتاعتي اتلاقيت لونه برتقاني. فحتى اتصلت بيهم وقلت لهم طب مش تقولوا لي ان في الوان عشان انا اختار؟ قالوا لي ما هو اللون اصلا ما بيبقاش معروف، احنا بتبقى العلبه مقفوله وانت وحظك. وهو فعلا للاسف يعني بصوا هنا هم عندهم حق في النقطه دي، للاسف العلبه مش بيبقى مرسوم عليها اللون. هم لازم بيبيعوا العلبه مقفوله كده زي ما هي، فمبيبقاش معروف اصلا ده لون ايه، كده انت وحظك. انا بقى شايف ان دي الغلطه من الشركه المنتجه. طبيعي اي حاجه لها الوان المفروض بيتحط على العلبه من بره علامه ان ده لون ايه. ان شاء الله حتى لو مثلا عشان دي شنطه شبه الشنط السامسونايت وكده، يعني صعب ان يترسم عليها، يعني حتى كان ان شاء الله ستيكر يتلزق. هو طبعا دي مش ازمه قوي، بس انا يعني عشان بحب اللون الاسود يعني فزعلت يعني وكده. عادي، هو برضك اللون البرتقالي في اسود برضك مش وحش يعني، فا اوكي كل دي حاجات يعني ايه. طيب دوت يا جماعه زي ما انتم شايفين ده المسدس نفسه اهو، ده المسدس نفسه فينيكس زي ما انتم شايفين اهوت. ودي الحته اللي بيتحط فيها الرؤوس، في معاه 9 رؤوس اهوت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام؟ طبعا هنا من تحت في زرار اللي هو الاون والاوف بتاع التشغيل، وفي هنا ده الزرار بقى بتاع الايه السرعات، تمام كده؟
على فكره برضك اللون البرتقاني في اسود مش وحش يعني، هو لذيذ. الحته دي ملمسها ناعم، عامله زي القطيفه كده. وفي هنا زرار تقريبا ده لما بيتداس عليه بينزل البطاريه، بس انا ما اعرفش هي البطاريه فين بالظبط، هل اللي تحت دي كلها معقول البطاريه؟ مش عارف، لسه هنشوف دلوقتي. وفي تقريبا فتحات تهويه من فوق عشان السخونيه يعني وكده، عامل زي مصفة الدش من فوق. وديت الرؤوس اهيت، هوريها لكم واحده واحده زي ما انتم شايفين. دي واحده، ودي التانية زيها بس اصغر شويه. وفي دي كمان اهي. دي كاوتش من فوق على فكرة. وفي دي برضو. وفي دي مش عارف دي عاملة زي دواسة العربية. شكلها غريب، دي معرفش بتاعت انهي جزء من الجسم بالظبط دلوقتي. في حاجات دي تقريبا دي دي عاملة زي الرصاصة. مش عارف، في القوس شكلها غريب جدا. بصوا وديت، بصوا كمان. وفي دي عامله زي الكوريك بتاع البحر. مش عارف، بس كلام غريب. ودي بتاعت العمود الفقري. وده بقى التشارجر. تمام. طبعا احنا عايزين نجربه ككهرباء. الاول انا عايز اجرب اشغله، هل هشوف اصلا هو مشحون ولا لا، فاهمني؟ يعني انا هدوس اون اهو. ايه ده نور، ده مشحون اصلا. طب حلو، اصل هو خدوا بالكم بيشتغل كهرباء ووايرلس، مش كهرباء بس، هو كده مشحون اصلا. طب تعالوا كده اشغل. بصوا كده هنا يا جماعه، اشتغل اهو اهو، بيهز في ايدي اهو. طبعا ده مؤشر البطاريه، يعني البطاريه كده مشحونه 4 شرط. دي كده سرعه 1، لو تلاحظوا في لمبه نورت سرعه 1. لو دوست تاني سرعه 2، يا شديد قوي وهو على سرعه 2 ايدي بتهز جامد. سرعه 3، يا ايه ده يا جدعان، انا خايف الجهاز يقع مني من كتر ما هو اهو. ايه ده، انا طفيته. سرعة 1 2 3. ايه ده انا اعرف ان هو اكتر من كده، بس انا الحتة دي مستغربها شوية لان انا كنت اعرف. طب عايز اجرب بس ادوس زرار البوش ده، مبيعملش حاجة البوش ده. هو وزنه 1.4 كيلو، يعني قرب 1.5 كيلو بالشاحن، مكتوب تحت اهو. تمام. بس مكتوب ان هو 3 سرعات بس اصلا. انا مش عارف امال انا ليه على النت كنت بقرا ان في 20 سرعة والحاجات دي. طبعا التشارجر بيركب هنا من تحت اهو. تمام. وبيركب في الكهرباء. طبعا السلك بتاعه مش كبير. لما وصلته الشاحن نفسه نور، في لمبة نورت والجهاز بقى بيعمل اللون دوت، فده معناها ان هو بيشحن. تقريبا اللي انا عرفته ان الجهاز بيشحن في ساعة ويستخدم لمدة 2 ساعتين. بس انا اتفاجئت ان هو ده، انا فكرت ان الاخرام دي كلها سرعات. طيب نجرب كده نركب. بصوا يا جماعة، مثلا اللي هي الكور دي بتبقى للعضلات نفسها، مثلا الكتف، الحاجات ديت. بصوا كاتب لك ايه، لوكيشن اوف ماسل جروب، اماكن العضلات. يعني مثلا تنفع للكتف، للصدر، ممكن تستخدم اللي هي العضلات الرقبة، الحتت ديت. ممكن تستخدم للعضلات اللي هي الحتة دي، ممكن تستخدم للصدر، ممكن لها استخدامات كتير يعني. وفي واحدة تانية اختها، هم عاملين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة يعني. تمام. في بقى كمان دي بردك اهم واحدة، دي اهم واحدة لان دي اكتر مكان ناس كتير بتعاني منه، اللي هو ده الظهر يا جماعة. ده للظهر يا جماعة، ده للظهر. بيثبت كده على العمود الفقري، يعني بيتعمل كده على العمود الفقري ويقعد بقى ايه، تنزل كده طالع نازل على العمود الفقري ذات نفسه. دي اهم واحدة على فكرة فيهم، دي بتاعت العمود الفقري. في الحاجات دي مكتوب في فلات هيد، مكتوب لأول بارتس اوف ذا بودي، يعني مكتوب ان الفلات دي تنفع اي مكان عامة بقى في الجسم. مثلا جسمك اي حتة بتوجعك فيه عادي، دي شغالة مع كله، اللي هي الفلات هيد ديت للجوينتس بارتس، للمفاصل، اللي هو الكوع، الركبة، الحاجات ديت. بس هو اللي انا ملاحظه ان الاساسي 4، عشان كده فيها حتى اجهزة بيبقى معاها 4
قطع بس، لان هم دول الاساسيين قوي. الباقيين يعني حتى هنا في الجهاز رغم ان في 9 قطع هو مش شرح الا ال4 الاساسيين بس، الباقيين مش شرح دول بتاع. يعني الدواسه دي معرفش بتاعت ايه الصراحه. اللي هي الحته دي الحتت زي اللي هي الرقبه او كده، يعني دي تبقى افضل في الرقبه من الكوره كمان. بس ممكن الكرة برضو، لان حسب اللي انا شايفه في الصور ان في ناس برضك بتستخدم اللي هي الكرة دي في الرقبة. اعتقد دي مقاربة لدي، فممكن يكون نفس استخدامها يعني. اللي انا عرفته يا جماعة ان مسدس المساج اللي هو الفينيكس ده اساس مسدسات المساج اصلا، يعني ده الاساس. اصلا في شركات كتير قوي بتعمل مسدسات مساج، بس ده الاساس، ده اقوى نوع يعني. بيقول لك اول سرعة 1800 تقريبا، يعني 1800 ذبذبه في الدقيقه. اللي هو البي بي ام، بالس بير مينيت. البلس اللي هي النبضه، اللي هي لما يعمل كده دي كده نبضات، اسمها نبضات. فمعناه 1800 نبضه في الدقيقه. الليفل الثاني 2400، الليفل الثالث 3200. بس طبعا انا شفت على النت برضك ان في بقى انواع بتبقى من الفينيكس ده ذات نفسه، بيبقى ديجيتال بقى فيها شاشه من ورا ديجيتال تعرفك السرعه وكده. الفينيكس ده في منه 30 سرعه، بس انا كنت معتقد ان الانواع اللي فيها 30 سرعه اللي هو ايه 30 سرعه يعني اعلى، يعني في سرعات اعلى من اللي معايا بكتير. اتضح لا، اتضح ان هو يعني انا اللي معايا دلوقتي يا جماعه السرعه بتاعته في سرعه ضعيفه اللي هي ال 1800، في سرعه متوسطه اللي هي ال 2400، في سرعه عاليه اللي هي ال 3200. الانواع بقى اللي منه اللي بيبقى فيها 30 سرعه مش سرعات اكتر من دي، لا ده هو الرينج السرعات اللي من 1800 ل 3200 السرعات بتبقى بتتخللهم. يعني بدل ما انت من 1800 بتنط على 2400 مره واحده، لا في سرعه 1800 تعلي شويه تبقى 1900، تعلي شويه تبقى 2000، تعلي شويه تبقى 2100، وهكذا السرعات بتتخللهم. ده اصلا الرينج بتاع اغلب مسدسات المساج ان هو من 1800 لغايه 3200. بس في بعض الانواع بتوصل كمان ل 4000. تمام. وعلى فكره في انواع غير الفينيكس كمان بيبقى فيها 30 سرعه يعني. بس طبعا الانواع دي بتبقى بقى ايه، الفينيكس اللي فيه 30 سرعه ده بيبقى فيه بقى شاشه ديجيتال من ورا عشان تجيب لك السرعه. انت مثلا مش 30 سرعه دي مش تقعد تدوس على 30 زرار، انت لا بيبقى في زرار اللي هو تقعد ايه تعلي السرعه تقلل السرعه، هم عن طريق زرارين بس تقعد تعلي وتقلل مش هتقعد. بس هو اصلا انا شايف ان السرعات بتاعته كافيه يعني برضك. يعني مثلا تعالوا نجرب كده نشبك الراس. هي بتتلف ولا بتتكبس؟ بتتكبس كده يا جماعه اهو. بصوا دي سرعه 1، بصوا سرعه 1، دي سرعة 2، بصوا السرعة عاملة ازاي، دي سرعة 3. بتزغزغ. ده هي سرعة 3 دي جامدة قوي. انا اعتقد اصلا ان لو في سرعات اكتر من كده توجع العضلات مش تعالج العضلات. شايفين يا جدعان؟ طب تعالوا نركب راس تانية. هي بتتشد، بتتشد تمام. تعالوا مثلا نجرب بتاعت، بس طبعا العمود الفقري ده بالذات مش تعرف انت تعمل لنفسك كده، لازم حد هو اللي يعمل لك، لان صعب هتجيب الظهر ازاي. احنا نجربها بس ايه ده ما ثبتتش ليه؟ ما هي لازم تخش للاخر كده. نجرب. بصوا اهي حلوه قوي دي للظهر. شايفين؟ بس صعب الواحد يعملها لنفسه. ده انا عشان اعملها لنفسي ايدي اللي هتوجعني. ايه ده؟ لازم ادوس جامد لجوه. بصوا كمان الراس دي سرعة 1، دي سرعة 2، دي سرعة 3.
بس عاجباني قوي يا جماعه الشنطه دي. بصوا هنا سفنج كده فوم كده، شكله جميل، شكل الشنطه بصراحه جميله يعني، الباكجينج بتاعه حلو قوي. فانا كده بس يعني اللي هو ايه، عملت انبوكسنج للجهاز واستعرضت معاكم فوائد مسدسات المساج عامه وكده، ولكن يعني ممكن لما ابقى اجربه بقى فعليا اقول لكم طب هل الجهاز يستحق الشراء ولا ملوش لازمه، فاهمني؟ فبس كده يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، متنساش تعملوا لايك. سلام.